بسم الله الرحمن الرحيم. في الفصل الثاني من قصة كفاح شعب مصر، والفصل عنوانه نفس عنوان الكتاب، كفاح شعب مصر. دول اللي احتلت مصر: الفرس. والفرس امتى او متى احتل الفرس مصر؟ احتلوا مصر في القرن السابع قبل الميلاد. قبل الميلاد يعني نحن الآن سنة 2020 ميلادية، يعني الكلام ده من حوالي 2700 عام. موقف الشعب من الاحتلال الفرس أو من أي احتلال، موقف الشعب من أي احتلال أو من أي حاكم ظالم، أن الشعب المصري يصمم على الدفاع والمقاومة والاستماتة. قمبيز لجأ لسياسة الحيل. قمبيز لجأ لسياسة الحيل في السيطرة على الشعب المصري. ما الحيل التي استعملها قمبيز للسيطرة على الشعب المصري؟ أول حيلة كانت السفينة، تاني حيلة الرسالة، ثالث حيلة الوليمة. وإليك تفصيل هذه الحيل وموقف الشعب منها. السفينة: أمر قمبيز بتجهيز سفينة تتجه نحو منف، وعليها مناد ورفع لافتة فوق صاريها لكي يطمئن المصريين إليه، طالبا منهم التسليم من غير حرب ومن غير شرط. لم يستجب المصريون لها، وأخذوا يشيعون السفينة بنظرات الحقد والسخرية حتى وصلت إلى منف. الحيلة الثانية هي الرسالة. أرسل قمبيز إلى المصريين رسالة يقول فيها: أنا قمبيز لم أكتب إليكم لإرغامكم، فإني أود زيارتكم، لا حرج عليكم إذا أردتم الحضور إلي، تعالوا إلي، أنا الذي سيمنحكم مجدا أكثر مما تتمتعون به الآن. أكتب إليكم هذا وأذيعه عليكم، فإذا استمعتم إليه كان هذا خيرا لكم، وإلا فكونوا مستعدين لملاقاة غضبي الذي سينصب على رؤوسكم. إني سيد الأرض كلها. موقف المصريين من الرسالة لم تضعف من عزيمة المصريين، بل العكس، زادتهم حماسة على حماستهم، وأخذوا يتشاورون فيما يفعلون، واستقر رأيهم بطبيعة الحال على رفض طلب التسليم، على أن يبعثوا هم أيضا برسالة تهديد إلى الملك الفارسي جاء فيها: نكتب إليك أيها الجبان الرعديد قمبيز، لقد تركنا رسولك يذهب بسلام، لا خوفا منك بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة، ولكن إذا أصرتم سخطنا فسوف تعلمون ما نحن فاعلون بكم. وما دامت الأنهار تفيض بمياهها، وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم والأركان، فسوف تعلم يا قمبيز ما سيحل بك. الحيلة الثالثة هي الوليمة. نصح أحد رجال قمبيز سيده قمبيز قائلا: المصريون مدربون على الحرب، لا تهاجم المصريين، أرسل إليهم رسلا يطوفون بأنحاء البلاد ويتحدثون باسم فرعون مصر، ويتحدثون حديثا معسولا يناشدون به الشعب أن يجتمعوا في وليمة دون سلاح، حتى تبعد فكرة الحرب من تفكيرهم. فإذا اجتمع شملهم فسيرى سيدهم أن هناك سيدا آخر قد صار بيده الأمر،
فيستولي عليه الخوف واليأس، وبذلك تخضع لك البلاد. قمبيز اقتنع بفكرة أحد رجاله وأرسل فعلا الرسل في أنحاء مصر يقنعون الناس أن يذهبوا إلى وليمة، ولم يذكروا أن الداعي لهذه الوليمة هو قمبيز نفسه، بل حاولوا خداع الشعب المصري وأوهموه أن الداعي إلى الوليمة هو الفرعون أبسمتك، هو الذي يدعو المصريين إلى الوليمة، حتى يطمئن المصريون إلى ذلك ويذهبون إلى هذه الوليمة التي دعا إليها الفرعون. وعندئذ تأتي الأخبار إلى الحاكم أو الفرعون أبسمتك بأن المصريون قد تخلوا عنه وذهبوا إلى قمبيز. الشعب المصري موقفه ايه؟ الشعب المصري فهم وعرف انها خديعة، وعرف ان الفرعون أبسمتك لم يدعو الى اي وليمة، وانما الداعي الحقيقي لهذه الوليمة هو قمبيز، وانه يريد الوقيعة بين المصريين وبين ملكهم أبسمتك. ولم يذهب احد الى هذه الوليمة. حشد المصريين الجيوش وقابلوا بها قمبيز، لكن للأسف قمبيز يعني توجه بقواته إلى منف ودخلها وغلب الفرعون المصري أبسمتك، لكن الشعب المصري رغم هذه الهزيمة لم يلن ولم يضعف، وإنما استمر يناضل هذا الدخيل ويقاومه. وظن الفرس أن الأمر في مصر قد استتب لهم، وأن مصر أصبحت لقمة سائغة أو فريسة سهلة لهم، ولكن المصريين راحوا